السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا اشتريت الطقم ده، والغيبه اللي انا غايباها عن القناه اني كنت بشتغل بيه وبجربه، هو ابره البانش نيدل. ابره البانش نيدل ان شاء الله الفيديو بتاعها هينزل ممكن بعد ده او ممكن بعد الفيديو بتاع الجوانتي اللي انا هعمله. هنصوره مع بعض يعني على القناه ان شاء الله. محتويات الابره، سوري، محتويات شنطه الابر التريكو الدائري. هي بتيجي في جراب كده زي ما انتم شايفين، شنطة جلد، الخامة بتاعتها جميلة. بيجي معاها قطعة، هي المفروض بتبقى شفافة بس في الطقم ده اللي هو جديد كان لسه جاي الشركة. معاه قطعة من الجلد كده، دي بتلمعي بيها الإبر. ومعاها الحاجات دي ستوبر، بتتحط على السلك لو انتي محتاجة الإبرة وفي نفس الوقت بتعملي على السلك، بتعملي مشروع يعني، ومحتاجة الإبرة دي في مشروع تاني، فبتشيلي الإبرة وبتحطي دي على السلك بتلفيها. هنشوف دلوقتي مع بعض المقاسات من أول 2 3 4 5 6 7 8 9 و10 و10 ونص و11 و13 و15. هما 15 مقاس و13 إبرة. خلاص، معانا كام سلك؟ معانا 4 أسلاك بأطوال مختلفة. طبعا أصغر سلك فيهم مناسب أوي للأيسكابات، الحاجات المشاريع الصغيرة دي. طيب، بعد كده هنجرب دلوقتي إبرة. هنجيب السلك وهنستخدم أي إبرة. بيتم توصيلها كالآتي: ومن الناحية التانية برضو بتحطي الإبرة التانية. طيب دلوقتي فلنفترض ان انا دلوقتي شغالة على الإبرة دي، وانا دلوقتي محتاجة نفس مقاس الإبرة بس على سلك تاني. وقتها هجيب الستوبر ده وهنلفه كده على السلك كأنك بتلفي إبرة. طبعا الستوبر دول بيجوا مش واخدين شكل الحلزوني، مش واخدين الشكل الحلزوني. انت بتحطي كده وبتبدأي تشكلي عن طريق الضغط واللف، ضغط ولف. هيديكي بعد كده النتيجة دي ان هو هيتلف معاكي بسهولة قوي كأنك بتقفلي غطا ازازة يعني. بس هو في البداية بصراحة كان متعب شوية وبيوجع الايد. تمام، ولو هو صعب ومش راضي يتلف معاكي هنستعين بالمفاتيح. المفاتيح دي نقدر نربط بيها الإبر، نقدر نربط بيها الوصلات نفسها اللي هي دي وصلة اهي ومفتاح، دي الوصلة ودي المفتاح. هنشوف استخدام كل حاجة دلوقتي. فلنفترض ان انا مش قادرة الف وبالزحلق، هتحطي دي في الفتحة، الحديدة دي فيها فتحة اهو بالشكل ده كده. هنمسك بايدينا دي كده ونلف. مهما عملتي الابرة هتفضل ثابتة مش هتلف، وهتربطي بسهولة وهتفكي بنفس السهولة. طيب عرفنا استخدام الستوبر خلاص والمفتاح. نشوف بقى الوصلات. دلوقتي انا معايا ابرة والسلك اهو، بس انا عايزه هشتغل على مشروع كبير، مثلا هعمل بطانيه، هعمل شال، هعمل اي حاجه هتحتاج مني سلك طويل. دي الوصله اللي بتيجي وصلتين وبرده مفتاحين. هنلف بنفس الطريقه كده كاننا بنحط ابره، وممكن تستعيني بالمفتاح لو حسيتي ان هي عايزه ربط تاني، ولو حسيتي ان الابره كمان بتلفي معاكي هتحطي المفتاح التاني عشان يسند بس معاكي الشغل ويبقى متين، ما يفكش معاكي وانت شغاله. هتحطي كده واحد زي ما انت شايفه في الوصله، والتاني في الفتحه بتاعه سلك الابره. هتمسكي ده كده وتلفي بده، ده هيلف وده ثابت مش هيتزحلق. وبنفس الطريقه لو احتجتي ان انت تفكي، لان هي بتبقى خلاص بقى اتربطت كويس. طيب
دلوقتي انا فكيت خلاص وربطت بمساعدة المفاتيح. هجيب اي سلك تاني بقى، عايزة تحطي السلك الكبير، عايزة تحطي السلك الصغير، براحتك، دي حاجة ترجعلك. شوفي انت المقاس اللي هيناسبك واستخدميه. طيب هاخد مثلا المقاس ده من السلك، اي مقاس انت عايزاه، ونبدأ ان احنا نلف كده كأننا هنربطه. طبعا شديد شوية، هرجع استعين بالمفاتيح. هتلف معايا بسهولة لحد ما يقفل خالص. طيب ممكن تحطي الابرة التانية على كده وخلاص تبدأي مشروعك. ممكن تحطي الابرة التانية بالشكل ده وتبدأي شغل، او ممكن نعمل ايه، هنجيب الوصلة التانية وهي نحطها برضو الناحية التانية اللي هي فيها السلك. نتأكد ان احنا مدخلينه صح. وهنجيب السلك التالت وهنقعد نلف نكرر تاني. انا علشان بس السلك بيخبط في الكاميرا فعمل صداع. وفي الاخر خالص هنحط الابرة بتاعتنا. اصبح بصوا السلك بقى معايا قد ايه، يعني انا مش عارفه اجيب لكم اوله من اخره، فاضطر ان انا الفه بالمنظر ده. طيب اصبح انا كده حطيت وصلتين، واحده هنا وواحده هنا، سلكين فوق والسلك الاساسي تحت، بقى معايا 3 اسلاك على الابره. شكل الوصلات والمفاتيح عن قرب شويه ده شكلها. طيب كده خلصنا كل مميزات الشنطه. نيجي بقى للعيوب اللي قابلتني في الشنطه دي. هم عيبين 2، فيهم عيب ممكن تتغاضي عنه، واللي هو ان الابر قشرت معايا من فوق. مش عارفه هيبان ولا لا. من فوق بس كده، يعني عند السن، مش الابره كلها. مش عارفه ليه، رغم ان ما كانش فيه غير غرزه او 2 بس هما اللي ضيقين، وما عملتش بيها غير جوانتي يعني. بس الحمد لله هي كملت من غير ما تقشر. وانا برضو عملت حساب ان انا مريحه ايدي شويه، ما كنتش شدها خالص، وهحاول بقدر الامكان ان انا احافظ عليه. الحاجه التانية اللي قابلتني وهي حاجه سيئه جدا طبعا، هي حاجه قابلتني في الاسلاك. الحمد لله هي حاجه واحده بس، في سلك واحد بس عندي، مش في الاسلاك كلها، واللي هو اكبر سلك، واللي هو اكتر سلك حرفيا انا بحتاجه. طيب هنيجي هنا، السلك الحديده اللي فوق دي مش مضغوط على السلك كويس، مش واخده كيرف، يعني مش نازله كيرف كده ضغط على السلك، لا زي دي مثلا. خلينا نطلع حاجات تاني. يعني بصوا الفرق ما بين الابرتين، دي مضغوطه على السلك، دي لا، دي حرفيا قطعت لي الغرز وانا شغاله. اللي هو علشان اعرف اشتغل بحاول بقدر الامكان، انا كنت بشتغل دائري طبعا، فطبيعي ان الغرز بتاعتي هتنزل على السلك، فالى حد ما هتاخد المقاس بتاع السلك، بس هتكون اوسع شويه، بس في نفس الوقت مش هتكون بمقاس الابره. فبالتالي لما باجي هنا بتقف، بطلعها على السلك، على الابره بصعوبه، عند الجزء ده بطلعها بصعوبه، وبالتالي لما بتقف معايا 1 أو 2 بقى بضطر ان انا اشد واوسع علشان اطلع الغرزه بالراحه. الحمد لله هو في سلك واحد بس عندي، مش الاسلاك كلها. لما رحت ابدل لقيت الشنطتين فيهم حوالي 2 أو 3 بالطريقه دي، يعني الحمد لله. برضو دي العيوب اللي قابلتني في الشنطه، هم عيبين 2. حلوه
سريعة جدا، الغرز بتاعتك بتمشي بسهولة، يعني ما اقولكيش بتجري، يعني لو انتي محترفة هتريحك جدا برضو في الشغل. وبالنسبة لسعرها يعني كنت مستنية ان هي تكون احسن في الخامة، لان احنا طبعا عارفين الغرز الابر الدائرية اللي هي السلك بتاعها فيكسد، ثابت ثابت خالص، يعني مش بيتحرك، بيكون الجزء ده مضغوط بشكل جميل جدا، اللي هو انت الغرز بتطلع لوحدها تقريبا. فنتمنى يعني يكون في تعديل على الجزء ده بس. ودي نهاية الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا منه بحاجة، ولو استفدتوا فعلا من الفيديو ياريت تقولولي في الكومنتات. سلام.